قبل ما ابلش بالفيديو حبيت فرجيكم بعض التصاميم اللي عملتها، عن جد شي بياخد العقل. اذا بدك تعرف كيف تعمل تصاميم حلوة كتير وعلى ذوقك، يلا على السريع على الفيديو. الذكاء الاصطناعي. خلينا نحكي شوي عن الذكاء الاصطناعي. قبل ما بلش بهذا الفيديو، انا الي زمان ما ينزل ابدا اي شيء على اليوتيوب، والريتنج تبع القناه نازل جدا، ففضلا وليس امرا اذا مالك مشترك انزل اشترك تحت بالقناه وحط لي لايك على الفيديو وتعليق صغير بيعبر عن رايك عن الموضوع. اول شيء خلينا نشرح بشكل بسيط عن الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو سلوك وخصائص معينه للبرامج الحاسوبيه بتخليها تحاكي القدره الذهنيه للبشر وطريقه عملها، بس بتتميز بالسرعه بالانتاج ورده الفعل. يعني هو نظام بيستوعب بيئته بشكل سريع يعطينا نتائج البشر بدهم ايام لحتى يحصلوا عليها، الذكاء الاصطناعي بيحصل عليها بدقائق معدوده. طبعا كلياتنا شفنا المسلسلات والافلام اللي بتحكي عن الذكاء الاصطناعي وطريقه عمله، عن ميزاته ومساوئه. طبعا هي الافلام والمسلسلات مو عباره عن خيال كاتب او قصه قبل النوم، هي كانت بالاول فكره وهلا صارت مشروع على ارض الواقع. طبعا نسبه كبيره من الناس بتشوف الجانب الايجابي فقط لانه بيخدم مصالحه، وبتنسى الجانب السلبي او الجوانب السلبية، انك بهي العملية بتخلق ذكاء اسرع واكثر فعالية من البشر. طبعا بهي الحالة بتصير شوي شوي وتدريجيا مالك محتاج للبشر، لانه عندك مصفوفة او برنامج بلبي لك كل طلباتك بزمن قياسي. هذا المشروع مشروع حلو كتير وبنفس الوقت خطير، وطبعا مثل ما لاحظنا بكل الافلام والمسلسلات بيقدموا فكرة انه بالنهاية بيصير خطأ بهذا الذكاء بيؤدي لكوارث بعالمنا. ما علينا ابدا، ما راح نطول الموضوع، حبيت اشرح لكم شوي عن الذكاء الاصطناعي لحتى نفوت بالموضوع الاساسي، لاني راح اقدم لكم اليوم مشروع جديد اسمه ميد جورني. سودوكو على الباسبور تقريبا، حاجة كده. ما علينا بالاسم، ما علينا. طبعا لاني ما قدرت احكي اسم الموقع بشكل صحيح، الرابط تبعه رح تلاقيه تحت بالوصف. هو عبارة عن موقع تصميم وجرافيك بيستخدم الذكاء الاصطناعي. كيف يعني؟ راح اشرح لك كيف يعني. قبل ما نبلش بتجربة الموقع لنشوف شو بيعمل وكيف بيشتغل، راح اشرح لكم شوي عن عالم التصميم. ضروري جدا تكون معي بهذا الشرح خطوة بخطوة لحتى تعرف شو مميزات هذا الموقع وشو مساوئه على عالم التصميم بشكل عام. لنفرض انه انت عندك شركة وبدك تصمم لهي الشركة شعار او اعلان او دعاية لمنتج جديد عندك. طبيعي انك تروح لعند مصمم او شركة تصميم تعطيهم فكرة او كلمات مفتاحية للتصميم اللي انت بدك اياه، وهن ببلشوا يعملوا اللوجو او الديزاين على هذا الاساس. طيب كيف يعني بتعطيهم الفكرة او الكلمات المفتاحية؟ لنفرض انا فتحت محل بمجال الاكسسوارات، مجال اللي انا بشتغل فيه، فبدي تصميم خاص لإلي، فانا بروح لعند هي الشركة بقول لهم مثلا انا بدي اسم الشركة تبعي بمحل على القمر، هيك بدي التصميم. فهن ببلشوا بتخيلوا شركة قمر ومحل واكسسوارات، على الاساس بيعملوا الديزاين كامل. وطبعا هذا المشروع ما بيخلص بيوم يومين، بده اسابيع وتكلفته عالية جدا. وعلى فكرة اصغر شركة تصميم فيها بين 4 إلى 6 موظفين. لحد هون كل شيء تمام بيرفكت لحتى اجى هذا الموقع. خلينا هلا نفوت مع بعض على هذا الموقع ونعمل تيست لنشوف شو قدراته وشو بيعمل. نحن هلا دخلنا على الموقع، هي الواجهة تبعه، وفي طريقتين للتسجيل، عندك ساينج ان وعندك الجوين ذا بيتا. طبعا هو بيدخلك عن طريق الديسكورد، فانا كونه عندي ديسكورد رح ادخل على هذا الخيار ذا بيتا. طبعا هو بيحولك تلقائيا على الديسكورد، حولني تلقائيا على الديسكورد، اعمل له جوين، رح ادخل على السيرفر تبعه. هذا هو سيرفر الديسكورد. فنحن كيف بدنا نستخدمه؟ شوفوا هاي التصميمات اللي الناس عاملتها. طبعا بعد ما دخلنا على الديسكورد فتح لنا السيرفر تبع الديسكورد، بدنا ننزل على النيوبيز، على الناس الموجودة جديد، لحتى نقدر نجرب البرنامج ونشوف شو ممكن يعمل. طبعا محل ما بنكتب هون بيشتغل على نظام السلاش، يعني اي امر بدك تعمله بدك تحط قبله سلاش. بس تجي لهون وبنكبس سلاش بيعطيك الاوامر اللي انت ممكن تستخدمها. طبعا في عندك هون خانة الهيب، بس تضغط هيب وبتكبس انتر بيعطيك هون كل التفاصيل اللي ممكن تساعدك لحتى تتعمق اكثر بهذا البرنامج. طبعا قبل ما نبلش بتشوف كيف العالم عامله تصميماتها، شايف كل واحد عامل تصميم على كيفه. بدنا هلا نعرف كيف بدنا نصمم، حتى فيك تاخذ تصاميم تشتغل عليها انت كمان، يعني تكمل عليها. نحن هلا بدنا نشتغل على تصميم نحن بدنا اياه. رح نكبس سلاش وننزل لتحت على ايميجين، نكبس عليها. هلا هون بهي الخانية اللي تحت انت بدك تكتب تفصيل
او الكلمات المفتاحيه اللي حكينا عنها لما انت بدك تروح لعند اي شركه تصميم تعطيهم كلمات مفتاحيه، او بدك تشرح لهم بشكل تفصيلي عن الاعلان اللي انت بدك تعمله. طبعا لانه انا ضليع جدا باللغه الانجليزيه فما راح اكتب، هو ما بياخذ اوامره غير باللغه الانجليزيه، فبتفوت على جوجل على المترجم تكتب بدك اياه. انا كتبت هي الجمله، طبعا بعد ما كتبناه بيحط لك انت الخيار تبعك باللون الاصفر، شايف كيف؟ لحتى انت ما تضيع بين الخيارات، لانه العالم ما شاء الله ما عم تهدي. فانا مثلا كتبت مثل ما قلت لكم ذوابي على شكل محارب ساموراي، فهو راح يطلع لي هلا تصميم اولي يلي انا كتبته. بيعطيك 4 صور وفيك تعدل عليهم وفيك تغير فيهم وحتى لو كتبت نفس الجملة بكل مرة بيعطيك صور تانية مختلفة يعني. هلا اعطاني هدول الصور 62%. هذا تصميمي اللي انا كتبته مثلا. نحن عنا هون خيار كيف بدك تطالع شغلات مثل هيك يعني دقة او 3D او شغلات حلوة كتير يعني مثلا هيك. طبعا نحن اللي كنا عم نشتغل عليه التصميم الاول هو فيرجن 1، نحن بدنا نوصل لفيرجن 4. فيرجن 4 بيعطيك تصميم بدقة ممتازة وبشكل كتير حلو مثل هي التصاميم اللي انتم عم تشوفوها مثل هيك مثل هيك. طبعا رح ناخذ كتابة ونروح على الديسكورد ونعمل نفس الطريقة ونكتب الجملة اللي احنا بدنا اياها. بس شوفوا بعد ما نكتبها انتبهوا منيح، بنروح على اخر شيء بنكتب سلاش في مسافة 4. انا قلت له بدي التصميم تبعي بالفيرجن 4 وبنكبس انتر. شو التصميم ممكن يطلع لنا اياه؟ لانه كتبنا احنا جمل بسيطة، ما كتبنا شيء معقد يعني، لسه ما فتنا بالديتايلز ابدا. يا جماعة البرنامج عن جد مخيف جدا. شوف التصاميم اللي ممكن يطلع لك اياها، شوفوا بدقائق بيعطيك التصميم اللي انت بدك اياه يعني. شوف مستحيل تصاميم جدا حلوة يعني. انت بدال ما تروح عند شركة تصميم تعطيهم الديتايلز او الكلمات المفتاحية وتستنى اسبوع اسبوعين 3 باقل تصميم ارخص تصميم $1000، انت بتجي لهون بتكتب اللي بدك اياه وبيعطيك مليارات الخيارات اللي انت ممكن تشتغل عليها وبدقائق يعني. شوفوا بلش يطلع تصميم دقائق بيعطيك تصميم اللي بدك اياه. شوف الناس كيف مصممة. كريستيانو رونالدو يمكن هذا على الاغلب، ما بعرف، على شكل آلي. طبعا هون اشتراك. شوفوا هذا البرنامج لحتى تقدر تشتغل عليه اول شيء بيعطيك كم صورة مجانية، بعدين بتشترك. فيك تشترك من $10 وانت طالع في عندك $30 اشتراك شهري، تمام؟ تقدر تحصل فيه الصور اللي بدك اياها. تخيل يعني. هلا كوني انا ماني مشترك بيعطيني تصميمات عادية. شوف قطة مع كتب. وحتى انا مثلا عجبني هذا التصميم، ثاني تصميم او ثالث تصميم اول تصميم فيني بدل فيه غير فيه. مثلا انا انزل على التصميم تبعي، وينه؟ اختفى. وين التصميم تبعي؟ ليكو. مثلا هذا التصميم اعطاني اياه انا، تمام؟ انا مثلا بدي غير مثلا، او عجبني مثلا هذا التصميم رقم 1 مثلا U1 V1، بس عليه هون بيعدل لي على التصميم الاول بس اللي عجبني انا، عرفت يعني؟ انا عجبني واحد بيعدل لي عليه. شايف؟ اعطاني خيارات للتصميم انا اخترته، اعطاني 4 خيارات جديده. وصلنا بهذا البرنامج لمرحله انه استغنينا عن شركات التصميم. انت صار فيك تكتب اي تصميم بدك اياه، اي لوجو بدك اياه، تمام؟ وتصمم عليه الشيء اللي بيخطر ببالك. اي شيء بيخطر ببالك ممكن انت تصمم عليه، عرفت؟ يعني شركات تصميم والمصممين مع الاسف ما عاد لهم شغل ابدا يعني. هي الخطوره انا عم بحكي عليها. حكينا اول شيء عن شركات تصميم وكيف تشتغل، وهلا عم شوف البرنامج هذا. انا مالي محتاج هلا ابدا ادور على جرافيك ديزاينر او مصمم او رسام حتى يعني. فيني اعمل المشروع اللي بدي اياه او فيني اصمم المشروع اللي بدي اياه هون، بس اكتب الديتايلز. طبعا انا ما عم بتطرق لاكتب ديتايلز كبيره، انا بس عم بعطيكم فكره عن البرنامج. بتطالع تصاميم خرافيه. طبعا انا طبعا هون في قصه انه اي تصميم انا فيني اخذه واستخدمه، بس انا كيف بدي احتكر هذا الشيء؟ في خيار في خيار طبعا بتسجيل بالبرنامج. طبعا بس تكتب help، بس تعمل /help بيعطيك كل التفاصيل اللي انت ممكن تفوت عليها. في خيار انه انت بتعمل تسجيل سنوي $600 بالسنه كلها، بفوتك على روم خاص
تمام، وبتعمل فيه تصميمات خاصة فيك لإلك. يعني انت هون فيك تفتح شركة تصميم بهذا الموقع بس. تخيل يعني معي. فهذا هو الموقع تبع الذكاء الاصطناعي، ولقدام شو ممكن يصير ما بنعرف. يعني طبعا مثل ما حكينا المسلسلات والافلام كانت هي تمهيد لدخول الذكاء الاصطناعي على عالمنا. اذا هذا المشروع نجح وكمل راح يأذي كتير شركات تصميم. برأيي يعني انه مو 100% راح تلتغى شركات التصميم بالعالم، او المصممين او الديزاينر او الرسامين. العالم اغلبها راح تتجه لهون، ما راح تتجه لهدول الناس. نحن هذا هو كان شرحنا عن الذكاء الاصطناعي، او عن الموقع اللي بيستخدم الذكاء الاصطناعي بالتصميم. انتم فيكم تفوتوا على الموقع وتشتغلوا عليه وتجربوه. يعني هي كانت البداية. يا ترى لوين لسه بدنا نروح؟ لسه شو بده يطلع شيء جديد؟ ما بنعرف. بس بشكل عام فكرة حلوة وبتفيد كتير عالم، بنفس الوقت بتضر بعض الفئات. كان معكم تيم رحال، ان شاء الله ما تكونوا مليتوا، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو. طبعا لا ننسى الاشتراك والتعليق والحشبلكات، هدول حكينا عليهم. بنشوفكم فيديوهات جاية. يلا سلام.